في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن السوق العقاري المصري وعن الجهات اللي بتأثر في السوق العقاري، وفي الحلقة دي هنتكلم عن المطور العقاري زي ما اتكلمنا قبل كده عن الفرق ما بين المطور والبروكر، وازاي البروكر الشاطر بنعرفه من البروكر مش شاطر. اهلا بيكم، محمد جلال وحلقة جديدة من فك شفرة السوق العقاري المصري. تابعونا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. يعني ايه مطور عقاري كويس؟ هو المطور العقاري مش المطور اللي بيبني فيلل وشقق ومحلات بس، هو المطور ده شريك استثمار، وهو اللي بيستلم الارض لحد لما يسلمك مفتاح وحدتك متشطبه. مطور كويس يعني مشروع ناجح، يعني استثمار كويس. المطور الكويس دايما بيبقى عنده سابقة اعمال، وبتبقى المشاريع بتاعته واضحه وورقه كله كامل وسليم. دايما خلي المطور ده اللي انت محتاج تشتري معاه لازم تروح لمطور عنده سابقة اعمال كويسه وسابقة اعمال كبير. في اشارات خطر لازم نحطها ونخلي بالنا منها. اول حاجه الوعود الغير منطقيه، سرعه استلام مش طبيعيه، اسعار غير منطقيه بالنسبه للسوق العقاري، اسعار اقل من السوق العقاري بكتير. الكلام ده كله خطر. وتاني حاجه ثبت الاعمال. في مطورين كتير يقول لك انا عندي ثبت اعمال كبير، فين الصور، فين المشاريع؟ دي هتبقى مشكلتك لو انت ما اتاكدتش من الكلام ده كله. من الاشارات الخطر برضو ان المشروع نفسه ما يبقاش واضح، او المطور مش موضح كل حاجه في المشاريع، من ناحيه التراخيص الارض، من ناحيه الرسومات الهندسيه، الماستر بلان. قايل لك ماستر بلان بتاعت المرحله الاولى بس، الماستر بلان لازم تبقى كامله، لازم تبقى عارف المشروع بدايته ونهايته ازاي. كل ده بيبقى واضح عند المطور الكويس. التغيير الغير منطقي في الاسعار، هو بيبقى اوريدي مسعر غلط من الاول، فبيبقى هيخسر. ومفيش مطور كويس هيخسر عشان يكسبك، هي وين وين سيتويشن. هو لازم يكسب وانت لازم تكسب، فدايما لازم الاسعار تبقى بزياده منطقيه، كل مرحله ليها سعرها بيكسبك معاك لو انت مشتري من المراحل الاولى. اما التغيير الغير منطقي دي اكبر اشاره خطر، لان انت نفسك ما بتبقاش عارف انت كسبان ولا خسران. طب يا جلال نعمل ايه؟ طب ازاي نعرف مطور كويس ولا مش كويس؟ عايز تعرف مطور الكويس وتختار صح؟ لازم يبقى عنده سابقة اعمال كويسه جدا، مشروعاته كلها واضحه، وليه مشاريع اتسلمت قبل كده على ارض الواقع بنفس الكاتيجوري اللي هو قايل عليه، بنفس التشطيبات. كل ما هو قيل عن من طرف المطور لازم هتلاقيه في الارض الواقع. خلي المطور يبعت لك، او البروكر اللي تبعك يبعت لك البيانات كلها مكتوبه، سعر، بنود عقد. اقرا عقدك كويس، عندك محامي كويس، بتتعامل مع البروكر اللي انت بتتعامل معاه دايما وشايفه بروكر شاطر، وهو اللي هيوجهك دايما للمطور الصح والمطور الكويس اللي هتكسب معاه وتستثمر معاه استثمار صح. لازم تعرف ان استثمارك هو ابنك الصغير اللي بتربيه على ايدك. عشان تربيه صح يبقى لازم تختار صح. الخلاصه، مطور صح، مشروع ناجح، استثمار كويس. فكر، خطط، وجه نفسك للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها، ولازم تختار مطور صح. واهم حاجه من كل ده كله البروكر. طول ما انت معاك بروكر شاطر وبروكر كويس هيوفر لك وقت ومجهود وفلوس. شاركني في الكومنتات ايه اكتر مخاوف ومخاطر دايما بتخاف منها من ناحيه البروكر ومن ناحيه المطور. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتابع الحلقات عشان تعرف تشتري صح وتستثمر صح.